اهلا بيكم. ووزارة الاسكان بتطرح لينا شوية جديدة في اكتوبر، القاهرة الجديدة، اماكن كلها في غاية الاهمية تعال اقول لك كده كل المعلومات المتوفرة عن هذا الطرح، واعرف معانا وافهم الكلام اللي انا هقوله ده والرسائل اللي انا هقولها دي، عشان كل الناس تبتدي تعمل حسابها وتبتدي يعني تخلي بالها الفترة اللي جاية. خلينا نعرف كده ان الدولة ابتدت يبقى في مشروعات كتيرة الدولة بتطرحها، وحتى الآن الدولة هي أفضل من يطرح المشروعات للإسكان، إن كان اجتماعي أو متوسط أو غير ذلك أو غير ذلك. ولكن هنا بقى يعني الشقق اللي هتنزل دي قال لك من بداية 10 يونيو. طبعا في بقى صندوق منزلها تبع وزارة الإسكان، والصندوق ده مش نازل لمحدود الدخل. محدش يتوقع ان دي شقق محدود الدخل، لا دي شقق نازلة في أماكن مميزة جدا ولكن غالية. فهنا بقى حضرتك تخلي بالك من الكلام اللي انا هقوله لك ده، لأنه كلام مهم جدا. أول حاجة، لو انت من فئة متوسطي الدخل يبقى فكر في هذه الشقق، ابتدي حضر المقدمات بتاعتها وفكر تحجز، والاختيار هيكون بالقرعة المباشرة. لو تقدم اكبر عدد الاختيار هيكون بالقرعة المباشرة. دي ابراج بقى واسانسيرات ومستوى فاخر واسعار شقق غالي. محدش يتوقع ان الدولة هتبقى منزلة اسعار شقق رخيص. الدولة منزلة اسعار شقق غالية، ولكن حضرتك هنا انت على حسب مستوى الدخل بتاعك. لو انت مستوى الدخل بتاعك متوسط ومستوى الدخل بتاعك كويس، هي هتبقى افضل المتاح حتى الان. ولكن بقى الناس اللي بتسأل بقى على انواع الشقق الاخرى، خلينا نعرف كده ان احنا عندنا انواع كتير. عندنا شقق الايجار، احنا لسه منتظرينها، الدولة قالت هتنزل في شهر 3 وما نزلتش. عندنا شقق جنة مصر ودار مصر، والشقق برضو لغايه دلوقتي الدوله ما جابتش سيره ولا اي خبر عنها، ولكنها يعني ركنه المشروع ده شويه عشان التمويل. رقم 3 شقق الاسكان الاجتماعي، ودي اللي احنا متوقعين تنزل في 8 و9. فدي الشقق اللي هي 10 6 دي مش مستهدف بيها يا جماعه الفئات محدوده الدخل، لا ده فئه المتوسط والفئه الاعلى الاعلى دخل. شقق تبقى غاليه طبعا، مستوى ارقى، ولكن مهم جدا كل الناس تتابع معانا، لان يوم 10/6 هننقل لك كل التفاصيل بكل الاسعار، وكراسة الشروط هتنزل على الموقع، والتقديم هيبقى زي ما قلت لكم كده، تقدم وتدفع مقدمات حجز على اونلاين، وحضرتك بعد كده تعمل وبعد كده تنتظر القرعه العلنيه لو اكتر من واحد قدموا على على هذه الوحده السكنيه. يا رب يا رب تتابعوا معانا الفتره اللي جايه، لان اي فرصه في شقق الاسكان الاجتماعي ادخل وجرب، وممكن حضرتك يكون من سعداء الحظ. ان كان بقى اسكان متوسط ولا ان كان اجتماعي، حضرتك لازم تبقى جاهز، عشان خاطر الاعلانات دي لما تنزل هتكون فرص في ظل ارتفاع كبير جدا 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 في اسعار العقارات في مصر. يا رب الخير لبلدنا مصر، ويا رب الاسعار تهدى شويه ان كان في العقارات او في اي حاجه تانية. خلينا كده نهدى وان شاء الله الهوجه دي تعدي على خير، والاسعار تبتدي تكون في مؤشراتها الطبيعيه وتزيد، بس تزيد زياده زياده معقوله، لانها لازم تزيد. ولكن الزيادات المعقولة بتقدر تخلي كل الشرائح من المجتمع تقدر تشتري وتقدر تتعامل. ان شاء الله يا جماعة الفترة الجاية دي نحمل لكم اخبار جديدة واخبار سارة. نشوفكم على كل خير، شكرا لكم والى اللقاء كل متابعينا الكرام.